الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أنا لم أخطر بعنوان الكلمة، لكن نتكلم بما يفتح الله به. وجزاكم الله خيرا على هذا الاجتماع الذي أسأل الله أن يجعله اجتماعا مباركا نافعا. كما لا يخفى على شريف علمكم أن الإسلام جماعة واحدة لا جماعات، وفرقة واحدة لا فرق، وحزب واحد لا أحزاب، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، ومنهج واحد لا مناهج، وطائفة واحدة لا طوائف. كان هذا الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين والصحابة في القرن الأول، وكذا القرن الثاني والثالث، وإن كانت قد شابتها بعض الاختلافات، لكن كان الناس على المنهج الحق، أعني الناس كدولة وكمجتمع، بغض النظر عن ما ظهر من الفرق الضالة في القرن الأول. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي من بعد ذلك قوم يشهدون ولا يستشهدون ويحلفون ولا يستحلفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويظهر فيهم السمن. وقد حصل ذلك لا سيما بعد انقضاء القرون الثلاثة. إنما الشرارات الأولى ظهرت في القرن الأول والثاني والثالث. أول شرارة التحزب والانحراف عن الجادة قام بها وافتض بكارتها الخارجي المعروف ذو الخويصرة حرقوس التميمي، الذي اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وقال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، وقال: إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. قال: ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأمنني أهل السماء ولا تأمنوني في الأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأراد خالد بن الوليد أن يبطش به، فقال: دعه، فإنه يخرج من ضئه. الصحيح أن معنى من ضئه يعني من أمثاله وليس من صلبه. قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، عبادتكم إلى عبادتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وفي رواية: لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه، يعني إلى عكسه. وفعلا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهور الخوارج وأنهم ما زالوا يخرجون كلما ظهر قرن قطع حتى يظهر في عراضهم الدجال، وهم أول فرقة خرجت على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب. ومن ذلك التاريخ بدأت خروج الخوارج ورفض الرافضة
وبعده بعقود تجهمت الجهمية واعتزلت المعتزلة واستبطنت الباطنية وكثرت الفرق والأحزاب، فلم يكد يمضي القرن الرابع حتى فاقت 72 فرقة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول بعض أهل العلم لعل العدد غير مقصود، وإنما المقصود كثرة ماذا؟ التحزب والانقسام. والبعض قال العدد مقصود، لكن هذه أصول الفرق وبعضها تشعبت إلى شعب كثيرة. وذلك في حديث افتراق الأمة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي بعض الروايات: وستفترق هذه الأمة في الأهواء تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. ماشي امسكه عادي، امسكه خلي في يدي احسن. تتجارى بهم الاهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. وفي روايه في حديث حذيفه: ليس لاحدهم الا ما اشرب من هواه. كثرت الفرق وتصدى لها المسلمون، ابتداء من تصدي امير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه للخوارج وغيرهم من الفرق الضالة، إلى ما حصل من مقاومة أو يعني اجتهاد حكام المسلمين بعد ذلك في توحيد الأمة ونبذ هذه التحزبات. وكما أشرت إلى ظهور بعض الفرق المنحرفة، وفي هذا العصر ظهرت فرق جديدة لها طابع آخر ولون آخر. الفرق الأولى لها عقائد معينة توالي وتعادي عليها، ومعروف الخوارج معروف عقائدهم التكفير، الرافضة من عقائد تكفير الصحابة أو أكثر الصحابة، والضلال في باب الصفات، والضلال في باب القضاء والقدر ونحو ذلك، القدرية عرف وضعهم، وكذلك الجبرية، وكذلك المتصوفة وغيرهم. لكن في هذا العصر ظهرت طوائف جديدة هي قريبة من القديمة في أصولها، ولكن لها طابع آخر، وهو أنها تجمع من تلك الفرق أنواعا وأنواعا، يعني لا تحدد فرقة معينة تنتمي إليها تجمعها، وإنما تجمع تلك الفرق في بوتقة واحدة، كما هو الحاصل من ظهور فرقة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ، حزب التحرير، السلفية الجهادية والسلفية منهم براء، جماعة أبي قتادة، جماعة كذا جماعة كذا جماعة كذا. بل ظهرت أخيرا القاعدة وداعش والنصرة أو الخسرة، وتحت كل فرقة منهم فرق. بل هم الآن في سوريا أحيانا يقاتل بعضهم بعضا، وهم تجاه أهل السنة على منهج واحد، لكن كلما ظهرت أمة لعنت أختها من هؤلاء. انخدع بعض شبابنا بالانتماء إلى منهج حزب الإخوان المسلمين ابتداء من الثمانينات الهجرية والتسعينات، وظهرت وتطورت بعد نهاية القرن الرابع عشر
وظهرت وتطورت بعد ظهور القاعدة وحرب الخليج سنة 1411 نعم. وتطورت تطورا عجيبا، وانغمس كثير من الشباب في الانتماء إلى تلك الجماعات. هذه الجماعات تتفق في جملتها على 7 أمور تعتبر قاسما مشتركا بين هذه الجماعات، وأنا أكلمكم عن تجربة عايشتها منذ أن كان عمري 16 سنة، سنة 86 و300 وألف للهجرة، وكدت أن أنزلق في مذهب الخوارج بعد أن قرأت كتاب معالم في الطريق، الكتاب المضل الفاسد، لولا أن قيض الله لي بعض المشايخ الذين أفدت من علمهم بعد أن اضطربت 10 أشهر بسبب قراءة هذا الكتاب الذي تسلمته جائزة لما حصلت على ترتيب معين في المعهد العلمي. من فضل الله أنقذني الله بعد أن حفظته حفظا وكأنه قرآن منزل، ولكن لم تبقى عندي منه جملة واحدة الآن من فضل الله عز وجل. الكتاب من يقرأه يضل، شاب عمره 16 سنة ولا 15 ولا 17 يضل إن لم تكن عنده حصانة عقدية. ولذلك أحذر الشباب جميعا من قراءة كتب سيد قطب وحسن البنا وأبي قتادة والعشماوي وغيرهم وصاحب الثوابت والمودود قبلهم وصاحب الثوابت المتغيرات الصاوي العاوي الهاوي. أقول إن هذه الجماعات استهوت كثيرا من الناس، والواجب على طلاب العلم خاصة والشباب عامة أن يدركوا هذا الخطر. هم بدأوا معنا بالاجتماعات الخلوية السرية، ولم يدخلوا في التكفير مباشرة، بدأوا يذكرون يتكلمون في الحكام بطريقة تشويهية خطيرة، ولم يصرحوا بشيء في البداية بعد أن آويناهم من سجون عبد الناصر وأكرمناهم وعززناهم على حين غرة من باب التعاطف مع المسلمين الذين نكل بهم في العهد الناصري، لكننا أصبحنا كمن استدخل الحية الرقطاء في كمه، لم يكد يمضي عقد من الزمن، العقد 10 سنين، حتى أفسدوا كثيرا من شبابنا. وأنا أحدثكم عن تاريخ عاصرته في الثمانينات والتسعينات، لولا فضل الله ثم جهود مشايخنا وعلمائنا لذهب الكل، لكن والله الحمد والمنة الأمة إلى خير، فبلادنا قامت على التوحيد، ودولتنا وولاة أمورنا يحذرون الشباب من هذه الانتماءات، وعلماؤنا كذلك. ومع ذلك حصل كما يقولون تسربات وانخداع البعض من الناس بهذه الجماعات. كتبت رسالة أرجو الله أنها قد اندثرت الآن، ولكن سمعت أنها تباع في بعض المكتبات، في إحدى جامعاتنا تكلمت عن الجماعات في الإسلام
وقرر صاحبها، أفضى إلى ما أفضى إليه، توفي، قرر صاحبها أن الجماعة الوحيدة التي تجمع المسلمين وهي الجماعة التي على الحق هي جماعة الإخوان المسلمين أو المفلسين كما قال الشيخ الألباني. مسكين ما هضم التوحيد الذي درسه في الجامعة وما عرفه. كيف يمكن أن تكون هي الجماعة الطيبة التي على الجادة وهي تكفر المسلمين؟ كيف تكون قائمة على الجادة ومؤسسها حسن البنا يقول يجب أن نقيم دولة الإسلام ولو على الأشلاء والجماجم؟ كيف تكون على الجادة وهي التي لا تفرق بين عباد القبور وبين رافضي وسني؟ كيف تكون دولة راشدة وهي التي تقول الخلاف بيننا وبين اليهود خلاف اقتصادي فقط؟ هذا موجود في كتبهم، ما نظلمهم، والله لا نظلم أحد إن شاء الله منهم. كيف تكون على الجادة وهي التي بعض زعمائها يطوف بالقبور ويعبدها من دون الله ويذبح لهم على رأس حسن البنا؟ كيف تكون على الجادة ومؤسسها الثاني بعد المودودي أو الثالث بعد المودودي والبنا سيد قطب يكثر جميع المسلمين حتى الأئمة في المحاريب وحتى المؤذنين على رؤوس المنائر؟ كيف يكون من يقول نتفق على نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ حضرتني كلمة لشيخنا الشيخ محمد أمان ابن علي الجامي رحمه الله تعالى، محاضرة بعنوان الحكم على الشيء فرع عن تصوره، سنة 1401، وقد نشرت في مجلة الجامعة. وسبب هذه المحاضرة أن إسماعيل الشطي زعيم الإخوان في دولة الكويت نشر مقالا نال فيه من السلف من منهج السلف والسلفيين، بل قال: من الذي قال لكم إن لله يدا؟ من الذي قال لكم إن لله وجها؟ مسكين كأنه ما قرأ القرآن. بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي ويبقى وجه ربك. أين أنت أيها المسكين عن القرآن؟ أذكر قد حضرت تلك المحاضرة أنه عندما قال شيخنا الشيخ محمد أمان: ولقد اشتط الشطي، عندما قال من الذي قال إن لله يدا، عندها نهض 3/4 الصالة خارجين محتجين الذين كانوا على منهج الإخوان، ولم يبق إلا الربع تقريبا، واستدعوا مدير الجامعة آنذاك وشكوا عليه الأمر فحضر، لكنه جزاه الله خير وعفى الله عنه توفي، أيد محاضرة الشيخ وأثنى عليها، وإلا هم ذهبوا إليه مشتكين، قالوا إن الشيخ محمد أمان يسب الإخوان المسلمين. هو ما سب، هو رد عليهم علميا، لكن مما أذكر في تلك المحاضرة أنه شبه هؤلاء التجميعيين فقال إني أشبه من يدعو إلى المنهج الحق، منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن يدعو إلى التجميع بغض النظر عن العقائد والطرق، أشبههم برجلين، أحدهما بنى مسجدا وقال: أيها الناس، لقد بنيت لكم مسجدا، ولكن لا يدخلنه أحد إلا بعد أن يكون متطهرا من الحدثين الأكبر والأصغر، وأن يكون إلى آخره.
والرجل الآخر بنى مسجدا قال أيها الناس بنيت لكم مسجدا فهلموا إليه، ولتأتي الحائض والنفساء والجنب والمسلم وغير المسلم الكل يأتي إلى هذا المسجد. مثلان عظيمان تنطبق على وضعنا الآن مع هذه الجماعات. أعود إلى ما ذكرت لكم من أن هذه الجماعات على اختلاف مشاربها تتفق على كم مبدأ؟ 7. الأمر الأول عدم الدعوة إلى التوحيد، بل والتحذير من دعاته، بدعوى أن الدعوة إلى التوحيد تفرق الأمة. نعم حقا إنها تفرقهم إلى قسمين، إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. أنا سألخصها تلخيصا، وأنا أتكلم عن تجربة مع هذه الجماعات. ثانيا، التزهيد في العلم والعلماء. قد تعلن بعض الجماعات دعوى أنها تحترم العلماء، لا سيما جماعة التبليغ، وهي تكذب. والله أنا زرت 37 دولة، رأيت أشدهم على العلماء هي جماعة التبليغ، وهذه الجماعة هي المحضن الأول للإخوان المسلمين وللتكفيريين. لكن أحدهم يقول، أحد التبليغيين يقول: ماذا نفع الشيخ بن باز؟ ماذا قدم للمسلمين؟ ليس عنده إلا ألو نعم ألو نعم. يتهكم بإجابة الشيخ على ماذا؟ على الأسئلة المتصلين. ثالثا، التزهيد في الاعتماد على الأحاديث الصحيحة مقابل العمل بالأحاديث الضعيفة والموضوعة. يردون الأحاديث الصحيحة ويخضعونها للعقول، كل هذه الجماعات، ويعملون بالأحاديث الموضوعة أو الضعيفة. رابعا، يعتمدون على الرؤى والمنامات والقصص. والله فلان من الناس يعني كانت امرأته في حالة مخاض، فجاءه الأحباب وقالوا له: اخرج في سبيل الله. فقال: كيف أترك أهلي؟ قالوا: اتركهم لله. يقول: فخرجت معهم، لا أدري هل هي 3 أيام و40 يوم و4 أشهر على تقعيدهم مسائل الخروج. يقول: فلما خرج وحان وقت الولادة إذا برجل يطرق الباب، طبعا رجل أجنبي لا تنسى، ويأخذ بيدها ويأخذها إلى المستشفى ويعطيها صرة من المال. ما شاء الله. أحد الإخوة لقيته وأنا كنت ألقي محاضرة في ينبع الصناعية، فقال: أخي فقدناه منذ 3 سنوات، وكان مهندسا يأخذ مرتبا، الكلام ذا قبل 25 سنة، وكان يأخذ مرتبا في الهيئة يصل إلى 15,000، وعنده 7 أولاد. يقول: فجاءوا وأخذوه. أولاده الآن ضاعوا بين المخدرات وبين اللواط وبين وهو يبكي، يخبرنا وهو يبكي، ومعي شهود على ذلك. كفى بالمرء إثما أن يضيع ماذا؟ من يعول. احنا قلنا كم عددنا؟ كم؟ القول الرابع ما هو؟ قلنا ماذا؟ المنامات والحديث ضعيفة والموضوعة والقصص. طيب. خامسا، دعوى الكرامات المدعاة الكثيرة. يزعم أهل ميدان التحرير أن جبريل جاءهم فقالوا: صل بنا يا جبريل. قال: لا، يصلي بكم محمد مرسي. ما شاء الله. قال: أمرني الله، بدري أمرني رسول الله، أمرني الله أن يصلي بكم محمد مرسي. للأسف
هذا الذي حرف القرآن ولعب به، يقول قرأ إنما يخشى الله من عباده العلماء، أنا سمعت بأذني وهو يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفسر تفسيرا لا أدري من أين جاء به، قال المقصود يعني إنما يقدر الله العلماء. من أين يخشى يقدر؟ كلام فارغ. إذن هذا المبدأ ليش؟ الخامس قلنا ماذا؟ دعوى الكرامات والله فلان عقد مؤتمر للتبليغيين في بنغلاديش، واحد محتار وهو في موسكو كيف يصل يحضر المؤتمر؟ يقول فأخذ خشبة وذهب إلى البحر وركبها فخلال ساعتين وإذا به في بنغلاديش. الرسول صلى الله عليه وسلم مكث 8 سنين ما استطاع الوصول لمكة، أو 7 سنوات ونيف حتى جاءت عمرة القضاء، ولو أراد الله لأوصله في لحظة كما أسرى به وعرج به إلى السماء. طيب لا بأس. فإذا هذه يعني أمور يجب أن نتنبه لها، المنامات القصص الخطيرة. زعيم له وهو من جماعتي وللأسف، وهو الوحيد الذي شذ ممن أعرف ولله الحمد تربوا على المنهج الحق إلا هذا الرجل، وهو الآن من الزعماء عند جماعة التبليغ. جئنا به في فرع الوزارة المناصحة أحيل لنا من قبل الإمارة لمناصحته من الانتماء إلى هذه الجماعة الضالة الصوفية، فأنكر أن يوجد عندهم مخالفة واحدة، قال كلهم على التوحيد، بل سألناه أسئلة في التوحيد لا يعرفها. ما الفرق بين أن تقول الشفاعة يا رسول الله أو اللهم أو أسألك بجاه نبيك أو اللهم ارزقني شفاعة نبيك؟ فلم يفرق بينها، ما يفرق بين التوحيد والشرك، وهو زعيم يشار إليه عندهم الآن بالبنان وأبى أن يرجع. الأمر السادس الإشادة بزعماء من عباد القبور وإيهام الناس بأنهم شيوخ كبار وهم لا يعرفون التوحيد من الشرك. إيهام الجاهل بأنه ماذا؟ بأنه عالم. وأنا مرة سقت على ذلك حدثا يسماه بعض إخواننا قصة الفطحل. الفطحل كنا في يوم عرفة معنا بعض المشايخ، كان من عادتنا ونحن في التوعية تابع الوزارة أننا نستمع إلى خطبة الإمام ثم نصلي ولو عبر المذياع بالميكروفون. هم هذه الجماعة وهم في المخيم أقاموا الصلاة وصلوا الظهر والعصر ولم يستمعوا إلى خطبة الإمام. قام أحدهم فقال إن الآن تستمعون إلى فطحل من فطاحل العلماء. طيب تعال أيها الفطحل ماذا تقول؟ أول كلمة قالها تصوروا، ما في الحمد لله ولا الصلاة والسلام على رسول الله، ماذا قال؟ أيها الإخوة الآن تصوركم الكاميرات الإلهية. الله عنده كاميرات؟ يحتاج إلى كاميرات؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. من هنا يوهمون الجاهل بأنه ماذا؟ بأنه عالم. يأتي شخص لا يعرف الوضوء ولا الصلاة ولا العقيدة الصحيحة، قل قم وألقي بيانا، فيلقي فيهرف بما لا يعرف. خرجنا مرة إلى مدينة ينبع أيضا عن طريق مركز الدعوة، وذهب معنا أحدهم، فلما جلسنا قبل الغداء في الظهر قال يا إخوتا أنا أنصحكم نصيحة، معنا مشايخ كبار أكبر مني ومنه،
أرجو أن أكون طويل بعلم، لكن معنا مشايخ كبار، فما أدري ماذا يقول. استغربت أنا، تقدم على المشايخ ووقف جاهل ما يعرف لا لغة عربية ولا حديث ولا سنة ولا عقيدة. قال: إخواني، أنا أنصحكم نصيحة، أنتم خرجتم اليوم في سبيل الله، طيب، فإياكم أن يكون هدفكم مجرد الرغبة في الجنة أو الخوف من النار، بل يجب أن يكون قصدكم في هذا الخروج حب الله فقط. عقيدة رابعة العدوية. قام أخونا الشيخ صالح العبود جزاه الله خير ورد عليه وبين ما يجب أن يقوله، وأن المسلم يجب أن يكون بين الخوف والرجاء والمحبة، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري خارجي، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو ماذا؟ فهو مرجئ. والمسلم يجب أن يكون بين هذه الأمور الثلاثة، الخوف والرجاء والمحبة، كجناحي الطائر أو أجنحة الطائر. وإن كان العلماء قالوا يغلب جانب الخوف حال الصحة حتى لا يأمن من مكر الله، ويغلب جانب الرجاء حال المرض لئلا ييأس من ماذا؟ من رحمة الله. الأمر السابع: أكثرهم على شرك وعلى ضلال، ولم يحركوا شيئا في عبادة القبور، بل إن مؤسس جماعة الإخوان المسلمين على الطريقة الحصافية، فكان إذا نابه أمر ذهب ليطوف بقبر من؟ بقبر الحصافي، وكذلك من جاء بعده، والتلمساني وفلان وفلان، كلهم على هذه الطرق الصوفية الخطيرة. وجماعة التبليغ تبايع على الطريقة الرباعية: الجشتية والنقشبندية والقادرية والسهروردية. الخلاصة أن من زعم أن الإسلام جماعات فقد ضل وأضل. الإسلام جماعة واحدة، ويجب أن نتصدى لهذه الأفكار وأن نسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. وهذا يتطلب منا أن نتضلع في العلم الشرعي، وفي العقيدة الصحيحة. واحد يقول لي مرة، يقول: أنتم تتكلمون عن سيد قطب، أنا قرأت كتاب الظلال وأنا أسميه كتاب الضلال من أوله إلى آخره، يقول: ما وجدت فيه خطأ واحدا. قلت: طيب، افتح على تفسير قول الله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم لأنذركم به ومن بلغ. قرأ قوله لما قرر وحدة الوجود، قال: ليش فيها؟ قلت: فيها أن الرب عبد والعبد رب، أن كل شيء في الوجود هو الله. وكذا عند تفسير سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، قرر القول بوحدة الوجود. افتح على قوله تعالى: فوكزه الذي هو فوكزه موسى. وقوله عن نبي الله موسى إنه عصبي الإيش؟ المزاج. قلت: هذا ما في شيء. قال: إيش فيه؟ قلت: هذا نيل من نبي من أنبياء الله. قلت له: انظر إلى كتاب العدالة الاجتماعية وكتب الشخصيات وما فيها من نيل وتكفير لعثمان وعمر بن العاص ومعاوية، بل هناك جملة خطيرة جدا أنا لم أقف عليها في الحقيقة من باب الإنصاف، وإنما جادلني بها أحد الخوارج زمان 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 قبل ظهور مشكلة الحرم، لأنه في الأخير تبين أنهم ممن ساهموا في مشكلة الحرم عام 98. يقول، وأنا حاولت أن أجدها في كتب القوم لكن ما وجدتها إلى الآن،
لكن هو يقول إن كل من شارك في صفين والجمل مرتدون. كل من شارك في صفين والجمل يعني علي، عائشة، طلحة، الزبير، فلان فلان، لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت إذن من الذي بقي على الإسلام؟ فلم يجد جوابا. ثم ذهبت به إلى الشيخ حماد والشيخ حماد الأنصاري هو ومن معه، فأظهروا الرجوع لمدة 15 يوما ثم نكصوا على أعقابهم بعد ذلك. الخلاصة أنه ينبغي أن نتفهم ولا ننخدع. هؤلاء ما يفرقون بين رافضي ويهودي وقبوري وإلى آخره. فانتبهوا، ولا يجوز أن ننتمي إلى هذه الجماعات. الانتماء إلى هذه الجماعات محرم. وما ذكره صاحب كتاب الغلو، وقد رد علي في كتاب تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار، رد علي عندما قررت تحريم الانتماء إلى الجماعات والأحزاب وتحريم تعدد الجماعات. قال وقد أخطأ فلان عندما حرم على الناس تعدد الجماعات، فإن الجماعات يجوز تعددها في الإسلام بحيث يستفيد بعضهم من بعض. وكتاب الغلو ما زال يطبع، وكان يوم من الأيام كادت أن توزعه وزارة الشؤون الإسلامية قبل 30 عاما، ولكن الله سلم. فانتبهوا لهذه القضايا، وانتبهوا إلى خطورة هذه الانتماءات وتلك الجماعات. وما هناك إلا جماعة واحدة هم مثل من كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، عليكم الجماعة فإن يد الله على الجماعة، 3 لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، وذكر منها ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، ومن شذ، والأحاديث التي تحذر من الفرقة، وأن من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته ميتة إيش؟ جاهلية. وأؤكد لكم أن من انتمى إلى تلك الأحزاب فقد فارق الجماعة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تفضل. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذا العرض التاريخي لحال بعض الجماعات الوافدة وما سببته من الضرر والفرقة في مجتمعنا. فضيلة الشيخ نستأذنكم في عرض بعض الأسئلة. تفضل. هذا سؤال من محرر صحيفة سبق، يقول ما هي نصيحتكم للمواطنين من فئة الشباب الذين يتواصلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويقعون في شباك الحسابات الوهمية في تويتر؟ نعم. يحرضونهم على الحكام ويستغلون بعض الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها كثير من الدول لكي ينالوا مبتغاهم بحدوث فوضى في هذه المجتمعات الإسلامية. جزاك الله أخي خيرا. الحل هو ما ذكرناه في ثنايا الكلمة أو المحاضرة من توثيق صلة الشباب بالعلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. تبصير الشباب بتاريخ هذه البلاد المجيد الذي قام على التوحيد وعلى وحدة الكلمة المبنية على وحدة العقيدة، لا كما يقوله أحد الخوارج القاعدة فقط وحدة الكلمة. الكلمة لا تتحد إلا على توحيد الله وعلى المنهج الذي قامت عليه بلادنا الحبيبة منذ نشأتها قبل نحو 3 قرون وإلى يومنا هذا، عندما ازدادت اجتماعا ووحدة وصلابة منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله وأبناؤه من بعده، فجزاهم الله خيرا.
نجتهد في أهمية توطيد العلاقة بين الحاكم والمحكوم. هناك كتاب الشيخ عبد العزيز بن باز عنوانه المعلوم في ماذا؟ العلاقة بين الحاكم والمحكوم. اقرأوه وأوصوا الشباب بقراءته. وبمثله ذكر أخونا الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله. وهناك كتاب جميل في الولاء والبراء حديث جمع القديم والحديث الذي قيل في مسألة الولاء والبراء لأخينا الشيخ عصام السناني حفظه الله، فحث الشباب على قراءته. ردود المشايخ على الأحزاب وعلى الإخوان المسلمين وعلى التبليغيين وعلى غيرهم من الفرق أيضا يحث الشباب على قراءة ذلك. دحض الشبه التي يطرحها هؤلاء في الشبكات العنكبوتية، لكن هنا أقف وقفة. دحض الشبه لا ينبغي أن يتصدى إليه من لا يحسن دحضها، لأنه قد يفسد أكثر مما يصلح، وإنما يتصدى إليها العلماء الربانيون ومن ساروا على نهجهم من الشباب وطلاب العلم المتمكنين لدحض هذه الشبه. وقراءة ما كتب وما ألف مثل كتاب ضوابط الجهاد دكتور عبد السلام السحيمي، كتاب ضوابط الجهاد للشيخ حمد العثمان وقد قدمت له، كتاب كن سلفين على الجادة الشيخ عبد السلام أيضا، وغير ذلك من الكتب. مشايخنا الكبار قبل ذلك لهم عشرات المقالات، من كلام شيخنا الشيخ صالح الفوزان وسماحة المفتي واللحيدان ومن قبلهم، شيخنا الشيخ بن باز، الشيخ محمد أمان، الشيخ الألباني، الشيخ وغيرهم من أهل العلم. يربط لأن طريقة دق إسفين بين الشباب وبين العلماء وبين الشباب وبين الحكام، هذه طريقة استفاد منها أخذها الحزبيون من الماسونية العالمية، لأن من مبادئ الماسونية فرقوا بين الشعوب وحكامهم، بين الشباب وبين علمائهم، اعزلوهم عزلا. قال أحد الحزبيين المعاصرين من القاعدة في شريطه جلسة على الرصيف وهو عندي، يقول إن الثورة الإيرانية ما نجحت حقا حتى انفصل الملالي عن الحكام، يعني ملالي من؟ إيران، ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على ماذا؟ على جيف الكلاب. مسكين، ما وجدت إلا عباد القبور تجعلهم أسوة لك وقدوة لك. هو يحث الشباب على الثورة، ويقول إن سر نجاح ثورة إيران انفصال الملال عن من؟ عن الحكام. ونحن نقول إن هذا مبدأ صهيوني قد زرعته وقررته قبل أكثر من 3 قرون الصهيونية العالمية الماسونية في كتاب خطأ الخطر، بروتوكولات حكماء إيش؟ صهيون. فاحذروا من هؤلاء ومن يعني مبادئهم. إذا أردت أن تكتشفهم انظر إلى نظراتهم وإلى خطراتهم وإلى أماكنهم التي يجتمعون فيها. يبحثون عن الفلوات والخلوات والدهاليز المخفاة. ذكر لي شيخنا مرة الشيخ زيد بن هادي مدخلي رحمه الله تعالى، يقول دعاه بعض الشباب في المخيمات لإلقاء كلمة،
وددت لو أن الشيخ الدكتور سالم ذكرها في رسالته التي أشرفت عليها، تشرفت بالإشراف عليها، جزاه الله خير. يقول عندما جلسوا تحت شجرة قالوا لا هذا المكان مكشوف، نبحث عن مكان آخر. فذهبوا بنا إلى وادي ملتف بالأشجار، قالوا لا هذا أيضا مكشوف. أنتم تخافون من ماذا؟ إذا رأيت الناس يتناجون في دينهم عن العامة دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ماذا؟ ضلالة. يقول فقلت لهم أعندي مكان لا يراكم فيه إلا الله. فأخذهم إلى أين؟ إلى المسجد. رحمه الله رحمة واسعة. فانتبهوا إلى خطورة هذا التحزب وإلى يعني محاولة تشويههم. أسئلة الثورة التي رد عليها أخونا فهد الفهيد وفقه الله في نحو 400 صفحة، رد يكتب بماء الذهب يا شيخ، لأن الكاتب يدعو إلى الثورة، بل قال ما لو عملناه بظاهر كلامه نقولنا إنه وقع في الكفر، عندما قال إنه إذا اختارت الشعوب حكما غير حكم الإسلام فإنه يجب على الحكام أن يحققوا ماذا؟ رغبات الشعوب. هذه ناقشها وردها ردا عظيما جزاه الله خيرا. كلام خطير جدا والله يا إخوان. ضلال ظلمات بعضها فوق بعض. فأسأل الله الكريم أن نختم بهذا ولا في شيء؟ سؤال واحد. طيب، نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت إلى أن نلقاه في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم شيخنا في ضوء ما ذكرتم عن هؤلاء المخالفين، كيف ننصح المخالفين وكيف تكون هدايتهم وكيف يكون جمع كلمة المسلمين في هذه البلاد وغيرها على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح بالحكمة والموعظة الحسنة؟ أنت بعض الجواب جاء في السؤال جزاك الله خير، الحكمة والموعظة الحسنة. أقول حفظكم الله، أما بالنسبة لشبابنا المغرر بهم فالطريقة التي سلكتها هيئة المناصحة والتي نحن أعضاء فيها طريقة ناجحة وجميلة ولله الحمد. نشعر أنه قد اهتدى المئات إن لم يكن الآلاف بهذه الطريقة. هذا بالنسبة للمنتمين. قد يقول قائل أليس بعضهم قد نكث ونقض العهد؟ قلت الذين نقضوا العهد يعدون على الأصابع، مجموعة قليلة إذا قورنوا بمن هداهم الله وقبلوا ماذا؟ الحق. فلا نشوه ما بذلته الدولة في طريقة المناصحة ومراكزها من خير، فإنه قد نفع الله به. أما الشباب الذين يخشى عليهم ولم يظهر منهم شيء فنوصل فيهم العلم، ندرسهم كتب السلف القديمة، كتاب الشريعة الآجري، كتاب السنة للإمام أحمد الإمام عبد الله بن الإمام أحمد، شرح السنة للبربهاري، شرح السنة للبغوي، الإمال بن أبي عبيد، الإمال بن أبي شيبة، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية بن القيم. نربطهم بمحاضرات وندوات مشايخنا في هذا العصر، الشيخ ابن باز، الشيخ سماحة المفتي، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، الشيخ الفوزان وغيرهم. نربطهم بهذا حتى نحول بينهم وبين أن يخترقوا من قبل هؤلاء الأوغاد. أما المخالفين ولا سيما في تلك الشبكات فإنه يجب أن نكثف الجهود ممن آتاهم الله علما وحكمة أن يكتبوا وأن ينشروا علنا دحض شبه القوم وأن نفندها
وأن نعرضها على الكتاب والسنة وعلى منهج سلف الأمة. بهذا إن شاء الله نصل إلى المراد. لكن وجود المخالفة سنة الله في خلقه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولا يستغرب. إذا كانت بعض الأشياء ظهرت في عهد الصحابة فما بالكم بهذا العصر؟ نحن لا نزين أو نهون من شأن ذلك، لكن نقول لا نيأس، نبصر شبابنا وأبناءنا حتى يخلصوا من ربقة تلك الفتن، والله الهادي إلى سواء السبيل.